Welcome to the 18 plus hair expert lab. بصي بقى يا دكتور، النهارده هتكلم معاكي عن العدو الاكبر لينا كلنا، ستريس والاجهاد. عدو ما نقدرش نتخلص منه. بيجي لنا ساعات كده شعرنا فجاه يقع بشكل كبير جدا وكتير وما بنبقاش عارفين ايه السبب. فايه بقى السبب؟ بصي، اللي انت بتتكلمي عليه ده يا ملك اللي هو اسمه العلمي التلجن افلوفي، وده بيبقى عباره عن ان جسمنا بيمر بشوك. ده بعد زعل، بعد ولاده، بعد ادويه معينه، دايت جامد قوي، وساعتها الجسم بيجيله زي سيجنال كده، بيشوف ان الشعر اقل اهميه من بقيه الاعضاء اللي في الجسم، فبيقللوا التغذيه شويه، وبالتالي بتبتدي الشعرايه تمر لمرحله اسمها التلجن قبل ميعادها، ويبدا ساعتها تساقط الشعر المفاجئ. طيب ازاي اعرف افرق بينه وبين الهرمونال هير لوس؟ برضه خلينا نبقى متفقين ان ده عشان يحصل بشكل صح لازم يبقى عن طريق ديرماتولوجيست، ولكن اهم حاجه في المرحله دي هناخد بالنا ان الشعرايه بتقع بطولها كتير ومره واحده، ولكن لو هنقارنه بالهرمون، الرجاله تقول انا حاسس ان الخط بتاع شعري رجع لورا، الستات تقول انا شايفه اللايت ريفلكشن، فيبتدي يشرحوا ان في تساقط بطيء بس كونسيستنت. وفي الحاله دي لازم نبتدي نشتغل بحاجه موضوعيه على فروه الراس، وذاتس واي انا بحب في الفقره دي ال 18 بلس هير بروتوكول، لانه بشوفه بيشتغل 3 دي. هو فيه الار سي بي 9% كومبلكس. كومبلكس ده فيه 3 حاجات: بريدنسيل، كابكسيل، وبروكابيل. كل واحده فيهم بتشتغل على حاجه في الشعرايه. on top of دول بقى في حاجه انترستنج جدا، وهي الكورين ماتشا. انت عارفه الماتشا دلوقتي ازاي مهمه، منتشره بالظبط. بس حقيقي المره دي هي الفكره فيها to the point مع العناصر التانية، يدخل الشعرايه من التلجن تاني للانجن، فتبتدي تنمو من اول وجديد. كده بشكل واضح وصريح موضوع الشعر والستريس ده محتاج تدخل طبي وعلمي، مش الوصفات اللي بنعملها في البيت طول الوقت وكده بس. ازاي اعرف الهير لوس اللي عندي ده بيبقى اجهاد وستريس وكده ولا حاجه تانية؟ فجاه مثلا حصل لنا حدث او حاجه زعلتنا، بعد 3 شهور بيبتدي يحصل التساقط دوت، هو ده التلجن افلوفيوم، وساعتها لازم نبتدي نشتغل بحاجه موضعيه. مش لان التلجن افلوفيوم ده مش هيخف غير باللي احنا هناخده، بس هو عاده ممكن ياخد اب تو 6 شهور، وكده كده ليه عايزين نقعد 6 شهور من حياتنا متضايقين من شكل شعرنا لما ممكن نستخدم بروتوكول معين ممكن يحسن لنا الريزلتس في 4 أسابيع بس، زي ال 18 بلس هير لوس بروتوكول. شكرا يا دكتور. ثانك يو. طيب بصي بقى يا دكتور، جايلك بقى بشويه خرافات عن الشعر وعن الستريس، وانت تقولي لي بقى الحاجات دي حقيقيه ولا مش حقيقيه. جاهزه؟ جاهزه جدا. سمعت انك لما تقصي شعرك او تعملي له كيراتين ده بيقلل خالص الهير لوس او بيوقفه. غلط جدا. اول حاجه ممكن قص الشعر يوقف من التقصيف شويه، ولكن عمره ما هيعالج مشكله تساقط الشعر. تاني حاجه بقى الكيراتين دي كارثه تانية خالص مش هنتكلم فيها. انما انا لو عايزه اعالج تساقط الشعر، انا محتاجه اروح على بصيله الشعرايه واغذيها بالبرودكتس اللي ناقصاها اصلا عشان اوقف التساقط ده. طيب سمعت ان الهير لوس بيزيد في الشتاء او في تغيرات الفصول، وبيقولوا ان ده عادي وما نقلقش، فهل نقلق ولا ايه؟ بصي، صح وغلط. لانه فعلا في تغيير الفصول ممكن شعرنا يتاثر جدا، بس لو لاحظنا انه مختلف عن كل سنه ساعتها لازم نقف ونفكر، لان ساعتها محتاجين ان احنا نستخدم حاجه موضوعيه على البصيله على طول، زي ال 18 بلس هير بروتوكول، عشان هو ده اللي هيغذيها بالمواد اللي ناقصاها. بس بقى يا دكتور ركزي معايا عشان السؤال ده مهم بالنسبه لي انا شخصيا. بيقولوا ان الهير اويلنج او ان انت تحطي زيوت على فروه الراس ده بيقلل جدا من تساقط الشعر. غلط وصح. هفهمك ليه. عشان عارفه ان الناس مهووسه بالموضوع ده، والتيك توك ترندز مكسره الدنيا. مش هقول ان الاويلز مش مفيده، بس لازم نعرف الناس شويه حاجات. اول غلطه الناس بتعملها انه بيحطوا الاويلز على كل شعرهم، فبيحصل مشكلتين. اول حاجه ان الهير بيتقل، تاني حاجه في ناس تعمل الاويلز دي وتخرج بيها بره، فيبتدي يلم عليها التراب والانفايرمنتال فاكتورز، وده مش صح. المشكله ان الناس لما بتحط اويلز كتير على فروه الشعرايه بنعمل غلطتين. اول حاجه المسام بتتقفل كلها بالاويلز، فمش هتعرفي تستفادي من البرودكت اللي هتحطيه. فلو عملتوا الحاجات دي صح زي ما احنا قلنا ما عندناش مشكله. بس هنهايلايت حاجه واحده بس، ان عمر ما الحاجات دي هتغني عن المنتج الطبي اللي فيه البرودكتس الاكتيف انجريدينت عشان نوقف مرحله التساقط اللي هي فيه. طب انا بقى عاوزه اوريك ان انا مثقفه وافرحك بيا. قولي لي. انا بحط بصراحه هير اويلز بس على فروه الراس، وبعدين بحط على شعري نفسه كريم هير ماسك يعني. هير ماسك. حلو. تعملي كده ليه؟ عشان ما يجيش زيت على شعري من تحت. ايه الحلاوه دي؟ برافو، ده هاك من ملك دلوقتي يا جماعه، خطير. اخر حاجه، عرفت ان اقوى دليل اعرف بيه ان شعري بيقع بسبب مثلا ستريس او اجهاد او كده، انه يقع بعد 3 شهور مثلا من الحادثه او المشكله او الدايت القاسي او كده. ده صح؟ صح جدا، برافو عليكي. لا قلت حاجه صح.
التلاجن افلوفيوم او تساقط الشعر المفاجئ ده لما بيحصل فعلا از شوك بعد الحدث زي الاحداث اللي انت قلتي عليها. مهم قوي بقى في اللحظه دي ان احنا نبتدي ببروتوكول يديله الانجريدينتس اللي ناقصاله زي الار سي بي 9% اللي موجود في ال 18 بلس انتي هير لوس بروتوكول. جاهزه؟ جاهزه. اول سؤال ده يهمني برضو انا اكتر حد. يلا. هل الستريكت دايت ممكن يبقى سبب في ان الشعر يقع زي الستريس ولا لا؟ طبعا لما بنعمل دايت جامد قوي جسمنا بيخش في حاله شوك، فبيخش في مرحله دفاع عن النفس من ضمنها انه يقلل التغذيه اللي بتوصل للشعر ويبتدي الشعر يقع. وفي المرحله دي مهمه قوي ان نبتدي نتدخل، نحط على الشعرايه دايركت دي حاجه تبقى بتديها المواد الغذائيه الناقصه زي ال 18 بلس هير لوس بروتوكول. السؤال اللي بعد كده، هل الهير لوس اللي هو جاي من الستريس ممكن يتعالج لوحده كده ولا لازم استخدم ال 18 بلس برودكتس؟ بصي دي حاجه مهمه قوي ان احنا نفهمها للناس. يعني هي كده لو ما عملتش اي حاجه هيخلص في خلال 6 شهور. ممكن نبقى مش عايزين ال6 شهور دول نعيش شكلنا شعرنا وحش ومتقصف، فدايما بندور على ازاي نقلل المرحله دي، ودي بيخش فيها لوكال تريتمنت وانترنال تريتمنت. اللوكال تريتمنت يعني موضعي، بروح على الشعرايه واديها بروتوكول كامل في الار سي بي 9% الموجود في ال 18 بلس هير لوس بروتوكول، وكمان الكورين ماتشا اللي موجوده فيه. الماتشا بقت كمان في الهير برودكت؟ شفتي مش عارفين هنحطها في ايه تاني كمان. خلاص بس it's brilliant when it comes to بجد؟ this. Yes. طب اخر سؤال، يلا تعبت كده. اخر سؤال خالص. ازاي اعرف ان الهير لوس اللي جاي من الستريس خلص؟ حلو، مهمه قوي اللعبه دي. اول ما ابتدي الاقي بيبي هير ابتدى يطلع، ده علامه ان العلاج بتاعي ابتدى ينجح وان الشعرايه بتاعتي ابتدت تخش في مرحله النمو. الحمد لله احنا كده بخير.